زي ما قلت في الريبورت ده هتكلم على الاسامي اللي في ملفات ابستين واحد واحد، والفيديو ده عن دونالد ترامب اللي اسمه طالع في ملفات ابستين مش مره ولا اتنين، ده اكتر من 1000 مره. خلينا اشرح لك الكلام على ايه، بس لازم قبل ما نقول اي حاجه نوضح الاول ان معظم الحاجات اللي جه فيها اسم ترامب في الملفات مش اتهامات، دي اشارات لمقالات قديمه، اخبار وحاجات ابستين كان بيبعتها في ايميلات لناس تانية. لكن اكتر حاجه عملت قلق على السوشيال ميديا هي وثيقه بتتكلم عن بلاغات اتقدمت سنه 2020 على هوت لاين كان عامله الاف بي اي عشان اي حد من الجمهور العادي يبلغ عن اي جرائم محتمله. والبلاغات دي بقى كان معظمها ضد ترامب. في مثلا بلاغ من واحده ست بتقول انها اتعرضت للاعتداء منه شخصيا وهي عندها 13 سنه، وفي بلاغات تانية بتتكلم عن حفلات اتسمت حفلات البنات وكلام عن استغلال بنات صغيرين في الحفلات دي. وفي بلاغ تاني بيقول ان في ملعب جولف يخص ترامب في كاليفورنيا كان مركز لشبكه تجاره بشر في التسعينات وان في بنات اختفوا. وفي بلاغات بتقول ان جيلين ماكسويل قدمت فعلا واحده من ضحايا ابستين لدونالد ترامب في حفله من حفلاته وقالت لها كلام بيوحي انه معجب بيها جدا وانها تبقى محظوظه جدا لو طلع الكلام ده صح. البلاغات دي كتير قوي وتفاصيلها عنيفه جدا لدرجه ان مستحيل تتقال هنا. لكن النقطه الاهم بقى ان الاف بي اي بيقول بوضوح ان ولا بلاغ من دول كان عليه ادله كافيه، ولا واحده من الادله دي اتثبتت على الراجل، ومفيش ولا قضيه اتفتحت بناء على الكلام ده. يعني احنا قدام بلاغات اتقدمت واترجعت واتقفل من غير ما تتحول لإدان، وترامب طالع في كل حته في السوشيال ميديا يقول انه ملوش دعوه وما كانش يعرف ان الناس دي عايزه تاذيه. والسؤال بقى، مستعد تسمع فضايح الاسامي التانية اللي جايه؟ خليك معايا عشان تعرف الكلام على ايه.